المعيار الرابع وده مهم جدا جدا، اذا كنت هتشتري كلب في اي مرحله من مراحل عمره لازم تعرف ان هو فايق جدا، يعني ما بيخافش، منظر عينيه ما فيهاش مشاكل، ملامح وشه مش بتكشر، فيها عدوانيه، هاخده هيبتدي يغدر بيا. الحاجات دي كلها لازم تكون عندك خبره. عشان كده بيفضلوا ان هم يشتروا الكلاب الصغيره ويبتدوا يربوها على ايديهم. بس برضو الكلاب الصغيره لازم بتبقى فيها نفس المعايير. في عندي كلب بيلعب وفايق وحاجات كده، بتحس بيها ان الكلب دوت ممتاز في اللعب، ما عنديش مشكله منه، وما عنديش مشكله ان هو يتدرب، والحاجات دي كلها بتبان من الكلب لما بتبتدي تشتريه في عمر الجرو. واحسن عمر للجرو تشتريه هو العمر بعد الثلاث شهور، يكون الطعم في مكانه ومناعته بدأت كاملة جدا، يعني اكتمل المناعة. بيقعد عندك شهر وتبتدي تديله تطعيم السماني والسعار بعد الشهر الرابع، وانت كده عديت بمشاكل الكلب اللي هي الفيروسية والصحة.